يا سيدي على العظم، هاتي كيلو من اللحمة ويلا بينا نعمل مع بعض وليمة من الكفتة. لو عندك عزومة، لو عايزة تخزني رمضان، يبقى لازم تسمعي الفيديو ده. مين اللي قالك ان كتر البصل هيفكك معاكي الكفت؟ يلا اسمعي الفيديو كامل كده متكامل، مش منه حتة صغيرة، عشان تفهمي معايا ازاي ان الكفتة بتاعتك مش هتفك. اول حاجة كده نصلي على رسولنا الكريم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. انا هنا معايا 5 بصلات، 5 بصلات للكيلو اللحمة. ايوه، ومش هيتفك معاكي. هنشوف اول حاجه هنعمل ايه مع بعض. انا هنا كان معايا بانيه واستخدمت شويه ميه بس لتتبيله البانيه، ملناش دعوه بوصفه البانيه خالص. في فيديو مفسر لطريقه عمل البانيه وهتلاقوه موجود معايا على صفحه قناه وفاء خالد. المهم كده معايا البصل بتاعنا، قطعته كده تقطيع عشوائي ونمسكه نفرمه مع بعض كده. بس اول حاجه هنزود معانا فلفل اسود، ونزود معانا كمون، وما ننساش الملح، وما نزود كمان معانا بابريكا. وانا هنا ضفت معايا التوابل والملح لان هستخدم ميه البصل لتتبيله البانيه، وبقيه الميه هنصبع بيها او نشكل بيها الكفته بتاعتنا. وده السر بتاعنا، ان احنا هنفرم البصل لوحده. خلاص، بعد ما بنفرم بقى البصل لازم تصفيه. شايفين ادي البوله، وهنصفي البصل ينزل نسبه الميه الموجوده معاه. البصل اللي كان معايا كان البصل اللي هو لونه ابيض، فده ما بنزلش ميه كتير. خلاص بقى نصفينا البصل بتاعنا زي ما شايفين كده بهرس الفول، وبنضغط علشان نصفي اي نسبة مية موجودة معايا. كده اقدر اوعدك ان اللحمة بتاعتك او الكفتة مش هتفك نهائي. خلاص كده نيجي تاني على الكبة بتاعتنا. معايا اللحمة بتاعتنا كانت مفرومة وكانت فيها نسبة دهون، وانت بتجيبي اللحمة بتاعتك من الجزارة او من مكان ما بتشتريها لازم أن يكون فيها 40% من نسبة من الدهون، يعني 60% لحمة و40% من الدهون. بنفرم بقى معانا اللحمه كده مع البصل لحد لما نوصل القوام اللي احنا عايزينه. وهنا ضفت معايا الشبت بتاعنا او الخضره. هنا الخضره بتاعتنا كانت جايه من الجزاره، كانت اللي هي ورقها عريض. انا بقى عندي خضره كده بريحه، يعني زي الخضره المصريه كده، ورقه اخضر، كانت في الفريزر، فطلعت جزء بسيط كده ضفته معانا. نرجع بقى نضيف معانا. ضفت ايه معايا تاني على اللحمه؟ انا ضفت الحدق، لقيته محتاج معايا ملح، واللي هيساعد معانا ان صبع الكفته يتم منفوش زي ما هو. ضفت معايا نص باكت من البيكنج باودر، وضفت معايا ذره من فلفل اسود، وذره من الكزبره، وذره من الكمون. نفضل بقى ندعك فيها لحد او نعجنها كده لحد لما نخلي فيها ايه، شعيرات كده، فده بيكون معانا قوام مظبوط. انا فضلت اعجن فيها كمان 5 دقايق، وكمان اديتها عجنه معايا في الكبه. بس هقول لكم بقى على حاجه هي اللي خلت معايا الكفته ما تفكش كمان. انا سبت معايا العجينه ارتاحت اقل حاجه ربع ساعه. ممكن تسيبيها في التلاجة او ممكن تسيبيها خارج التلاجة لو الجو عندك بارد. نيجي بقى هنا على التشكيل بتاعنا. انا هنا معايا، اللهم صل على سيدنا النبي، معايا الصينيه بتاعتنا ده هنتقى كده بالزيت علشان خاطر ايه الكفته بتاعتنا ما تلزقش معانا. معايا ميه البصل، ضفت معايا فيها فلفل وكمون وكزبره والبابريكا، وكمان ضفت معايا معلقه من الزيت عشان تديك اللمعه المظبوطه. حلو الكلام، تمام. هنا بقى انا كنت بنوزن الحاجه بتاعتنا ليه، عشان عايزه كل الصوابع بتاعتنا تكون قد بعضها. بس جي في الاخر كده كان في كام حته كده صغيره، فعملتها يعني وجبه، بس وجبه على السريع مع اضافه اي اكله معانا. نيجي بقى على التشكيل بتاعنا. معايا التشكيل تقدري تشكلي معاكي بالمعلقه، انسب حاجه كانت معايا بالمعلقه. ليه بالمعلقه؟ بتجيب معاك الصوبع مظبوط وكله طول بعضه، وفي نفس الوقت بتكون معاكي سهله، بتمسكي من كف المعلقه بس تكون رسمه المعلقه دوران من قدام. شايفين الكفته متماسكه ما شاء الله، ولا تفك معاكي ولا اي حاجه. الكفته ديت منقذه معاكي. طب لو انت عندك عزومه تقدري تقطعي كده ايه، شرايح من البصل وشرايح من الفلفل وشرايح من البصل وشويه توابل كده وملح، وترصوهم كده على الصاجه، وتمسكي الكفته دي بتاعتك تحطيها وتزرجيها في الفرن. هتلاقيها خدت معاكي النكهه 10/10. وتاخدي بقى بالفرشه بتاعتك، تاخدي شويه كده من تتبيل ميه البصل، وتمسكي تدهني بيها معاكي الكفته. هتلاقي الكفته بتاعتك بتلمع وواخده الشوي بتاعتك. طب لو عايزاها زي شوي بالفحم بالظبط، هتمسكي فحمايه وتمسكي تسخنيها، وتحطي نقطه زيت وتكفي الفرن عليها بعد ما تستوي. حلو الكلام، تمام. نيجي بقى لو انت عايزه تخزنيها للفريزر. انا هنا عملت الوجبات بتاعتي 8 صوابع من الكفته، وعشان تكون سهله معاكي قطاعه الخضار معاكي لو بلاستيك بنعمل نفس الطريقه. معايا تقطعها
بنحط كيسة ونحط بين كل وجبة ووجبة كيسة تانية. الطريقة دي بتكون سهلة، ما بتاخدش معاكي وقت معاكي فين في الفريزر. الطريقة دي معتمدها على طول. سيبيها أول يوم، أول ما تجمد منك وتمسك ممكن تحطيها في أكياس تانية. أنا هنا كنت عاملة وجبة تانية فعملت حلواني كده، يعني إيه، أكلة جوعة كده بعد الأكلة بتاعتنا الأساسية. عملت شوية مكرونة وكيس الكفتة أو وجبة الكفتة الصغيرة مع طبق بطاطس. عبال ما أنا عملت السلطة كان الأكل بتاعنا استوى. الأكلات دي بقى بتكون منقذة لما بتكون في الفريزر دخل عليك الضيوف، أو بتعملي تنظيفة رمضان، أو انت جاية من مشوار ومفيش أكل كده، تقدري تطلعي وجبة كده من الكفتة. ومعايا كيلو كفتة كان عمل معايا 4 وجبات، يعني كل ربع كيلو عمل لي وجبة ل5 أفراد. طبق بطاطس، شوية مكرونة، شوية رز، حتى لو هتعملي عيش كده وطبق سلطة وبطاطس هتمشي حالك. هنا بقى عملت معايا المكرونه ديت جيلان، بس ما شاء الله الحجم اللي هي ايه مضاعف شويه. المكرونه دي بتنحشي لحمه في ايطاليا، ولكن عملتها كده بالصلصه كده على السريع عشان بقى تخلي المكرونه بتاعتك تكون مظبوطه وحلوه طعمها حلو. ضيفي لها فلفل اسود بس بعد لما تتشرب منك الصلصه. انا عملت الصلصه ازاي؟ حمرت فصين من الثوم ونزلت معاه بعصير طماطم، واول ما استوي خالص بنمسك معاه المكرونه بتستوي على النسبه المكتوبه على الكيس 9 دقايق، فبنسويها على 9 دقايق، بنصفيها ونشطفها كده شويه ميه صاغعه، وناخد المكرونه بتاعتنا والصلصه تكون سخنه. بس ما ننزلش بالمكرونه مره واحده، ننزل بشويه بشويه عشان خاطر ايه تتشبع كلها من الصلصه وتكون كلها واخده اللون متوحد. هنا بقى حبيت اعمل طبق سلطه، اي حاجه بقى عندي من الفطار بعملها. هنا ما كانش عندي طماطم كتير بس قلت مش مشكله يعني موجود هعمله. عندي حته من الفلفل، خيار، خس. المهم كده ان انا عملت طبق سلطه كده صغير، مش مشكله. واحده بقى تدخل تقول لي يا اختي احنا عندنا لحمه، هنعمل كفته منين؟ هنجيب الكيلو لحمه منين؟ طيب يا ستي لو انت مش عايزه تعملي كفته لحمه اعملي كفته فراخ. هتجيبي صدرين من الفراخ وتعملي نفس الطريقة بتاعتنا، وهتكون طريقة سهلة وبسيطة. ولو عملت وجبة اللحمة هتحسبيها هتلاقي 4 وجبات، يعني في كل أسبوع في رمضان مرة واحدة هتلاقي الكيلو اللحمة كفة معاكي. يعني تشكيلة رمضان عايز تشكيلة، تحفظ الوصفة عندك لو عجبتك. ولو انت موظفة خلاص رمضان جاي وخلاص الدراسة رجعت تاني، وكله هيروح الدراسة في وقت رمضان. فلو انت موظفة حتى لو هتجيبي نص كيلو هتشكليه وتخلي منه لوجبة تانية لو عددكم صغير. وهنا خلاص الفيديو بتاعنا كان سهل وبسيط. ولو عجبك الفيديو بتاعنا ما تنسوناش في اللايك والاشتراك لقناة وفاء خالد علشان يوصل لك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، بس استنى ما نشوفوا الاول مستوى الصباع الكفتة. يا سيدي على العظم حطوا اللايك.